السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ جمال سلطان، الكاتب والمفكر الإسلامي والمستشار الصحفي لجريدة المصريون الإلكترونية. السلام عليكم أستاذ جمال. عليكم السلام. منور الدنيا يا ريس. ربنا يخليك. يمكن موضوعنا مع الأستاذ جمال النهاردة كلنا حاسين إن من يوم 19 مارس ومن ساعة ما طلعت نتيجة التعديلات الدستورية قلنا إن الإعلام الجنائزي بقى يلطم وبيصدر كل مصايب المجتمع المصري الآن للتيار السلفي، رافعين شعار الحياة بقى لونها سلفي. يكلمك عن هدم أضرحة، قطع ودان، تهديد ناس بالخطف، رش مية نار، خطف محجبات، الهجوم على الدكتور البرادعي. أي مشكلة تحصل حتى لما مصر اتغلبت من جنوب أفريقيا كان السبب فيها التيار السلفي. فيمكن هنتكلم مع الأستاذ جمال سلطان الحقيقة، وانا واخد الكلام ده من مقال خاص ليه كان كتبه من 3 أيام اسمه التحريض على التيار السلفي. عايز أسأل حضرتك أستاذ جمال، بعد حرب الحكومة الضروس ضد الإخوان المسلمين وكانوا بيسموها الجماعة المحظورة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن الدنيا تتقلب ويبقى الإخوان هم الجماعة الواضحة والنظام هو النظام المحظور دلوقتي، شايف حضرتك ليه التحريض على التيار السلفي؟ ليه وليه دلوقتي؟ نعم، هو الحقيقة مسألة الشيء المؤسف في البداية إنه هذه اللغة التي تستخدم الآن ضد التيار السلفي هي نفس اللغة ونفس منظومة القيم التي تحركها التي كان يستخدمها نظام مبارك الذي كنا يعني جميعا يعني نأسى منه ونعاني منه. نعم. نفس المنظومة التي تعرضت لإخوان المسلمين، وكان لو تذكر من حوالي عدة أشهر ما تفتحش جريدة يوميا إلا ما تجد خبر عن إخوان، واحد إخواني عمل كذا. نعم. تم ضبط ابن واحد إخواني عمل كذا. مجموعة إخواني إلى آخره. نعم. لما جه الدكتور محمد البرادعي أيضا وطرح كمنافس وبديل قوي لجمال المبارك ومشروع التوريث، شنت الحملة على البرادعي، بنته بيشرب ومش عارف ايه، وبنته بيشرب وعمل وسوى، وتقريبا كل يوم قصة عن البرادعي. وطبعا أيمن نور واللي حصل له. المهم يعني كان يفترض أن الثورة المصرية كما نزعت شخصية مبارك ومنظومة الحكم التي كانت مرتهنة له، كان يفترض أنها تحدث أيضا تحويل قيمي وأخلاقي في لغة الإعلام المصري يواكب هذا التحول. نعم. لكن مع الأسف نفس اللغة ونفس الأساليب والأدوات، لكن فقط أنت شلت البرادعي وحطيت التيار السلفي، أو شلت الإخوان وحطيت التيار السلفي. نعم. دلوقتي يعني زي ما تفضلت دلوقتي، يعني أنت لو خلاص لو فتحت حنفية في البيت هينزل لك سلفي، شريك يقول لك واحد سلفي هو اللي شرقاوي مسك لك مطوة. نعم. يعني اتنين اتخانقوا في عربية ولا كده يقول لك واحد سلفي اعتدى، حتى لو واحد عنده دقن زحلاتي خفيفة كده بقى سلفي خلاص. أو الخناقة اللي حصلت في الصعيد في إلى على بيت مشبوه مش محترم والجيران غضبوا وبتاع، حصلت خناقة، واحد ضرب واحد مطوة حاجة قطعت له، قال لك سلفيين. حتى البنت اللي بعتت الخبر تقول أنا ما قلتش أنا سلفية يعني على فكرة. نعم، ده أنا عندي المراسلة اللي هي بعتت الخبر عندي مقال هقراه في آخر الحلقة عشان الناس تعرف الموضوع. نعم. أنت قلت الكلام ده؟ قالت لا أنا ما قلتش أنا سلفي. أما أنا جاوبوا سألوا، قال اسألوهم هم، اسألوا رئيس تحرير الموقع. إن واحد نادى له تعالى يا شيخ حسني اقطع ودانه. يا شيخ فلان. يا شيخ حسيني. أنا مندهش جدا. أنا أحزنني في الحقيقة اليوم صباح اليوم لما أقرأ لواحد أنا أحترمه الحقيقة، الدكتور حسن نافعة، لكن بيكتب كلام على نفس النغمة. يعني ما صحش يا دكتور حسن انك انت تلعب في اللعبة الوحشة. المشكلة دي ما انا عايز حضرتك يمكن يا استاذ جمال عايزين نركز قوي. منين يعني هل هو غضب مكبوت في الصدور ابتدى يفرغ ضد السلفيين، ولا هي مسألة التحول اللي حصل في التعديلات الدستورية فرقت في أذهان الليبراليين وحسوا انه الشعب المصري ما زال مرتبط بدينه فمش عارفين يراهنوا عليه من الناحية دي؟ لا، هو الحقيقة برضو يعني عشان نكون منصفين المسألة لها أكثر من بعد، أو نستطيع أن نقول إن في بعدين أساسيين لازم ننتبه لهم. البعد الأول هو مسؤولية التيار الإسلامي. نعم. والتيار السلفي. التيار السلفي فيه قدر كبير من الغموض. نعم. ورغم انفتاحه الكبير على المستوى الشعبي إلا أنه على المستوى
النخبوي والسياسي نعم. لا منعزل شويه. كويس. يعني قطاع كبير جدا من النخبه ما تعرفش يعني ايه سلفي، هو شايف اللحيه والجلباب والهيئه والمنظر مخيف او يعني في هيبه معينه ففي عازل. نعم. فينظر ليه والشهر كما يقولون المرء عدو ما يجهل. نعم. فاذا كان كيان بهذا الشكل هو مش قادر يستوعبه. نعم. فدي عامله حاجه. لذلك من المطلوب بالامانه يعني انه في المرحله المقبله ان التيار السلفي يكون اكثر تواصلا مع النخبه ومع الاعلام ومع الاوساط السياسيه وما تخش مواقف مسبقه، لان في فعلا بعضهم يعني اخذ هذا الانطباع. لكن في المقابل وده الاهم انه الحقيقه انه الاستفتاء على الدستور الاخير يعني كشف للنخبه المصريه ان لا ده في الشارع ماشي في وجهه تانية غير اللي احنا نعرفه. يعني هو اختطف الاعلام المصري بالكامل تقريبا. الفضائيات المصرية بالكامل كانت بتقول لا. نعم. وكل برامجها وبرامج التوك شو والبرامج العادية والحملات اللي عملوها والعنف والقوة في كل هذا كله ماشي في هذا السكة. نعم. الصحف أيضا، والصحف مش بعيدة لأن تقريبا ملاك الفضائيات في الغالب هم ملاك الصحف. هم ملاك الصحف. نعم. أخذ بال حضرتك. فهذا الجو كله فهم تصوروا ان هم كده قدروا ان هم يصوغوا عقل المجتمع المصري وان هو خلاص مسألة نتيجة الاستفتاء ستخرج. لا. نعم. فوجئوا النتيجة طلعت حوالي حاجة و70% ضد حاجة 70% بتقول نعم. بقى في حالة ذهول. نعم. لما حللوا النتائج وجدوا انه مش الاخوان البعبع القديم هو اللي حسم المسألة، لا، ان التيار السلفي كان هو الحقيقة صاحب القدرة الأكثر على التواصل مع الناس وتوجيه بوصلة التصويت. نعم. إلى نعم. طبعا مش كل اللي صوت نعم. ما أنا عايز أقول لك بصرف النظر عن إن هم كانوا عارفين إنه في مسيحيين قالوا نعم وإن في سلفيين أنا أعرفهم قالوا لا. صحيح. بس معلش هو مسألة المسيحيين قالوا نعم دي قلة، زي ما احنا مثلا في ميدان التحرير كان في بعض الشباب الصغير البسيط قلة. يعني من المسيحيين تمردوا على توجيهات الكنيسة وجم شاركوا في قلة قليلة جدا. طب هي دي مش دي الديمقراطية اللي عايزينها يا أستاذ جمال؟ معلش بس هي مسألة المسيحيين برضه عشان ما تفتناش المسألة دي. لا، الكنيسة وجهت توجيه صارم للأقوال. ده كان خطأ فادح للكنيسة وأنا أرجو ما يتكررش لأن ده يعني تداعياته مش كويسة. توجيهات صارمة بالتصويت بلا ضد التعديلات الدستورية. نعم. والمشاهد يعني اللي كانوا سكان في منطقة مصر الجديدة، منطقة روكسي أو بعض المناطق اللي فيها أو في شبرا أو في بعض المناطق اللي فيها يعني كتل تصويتية مسيحية، كان بسهولة يستطيع أن يشوف طوابير الراهبات أو الكهنة أو المسيحيين. كان شيء واضح يعني شيء حشد واضح. السؤال يا أستاذ جمال يمكن حضرتك تعرضت لهذه النقطة إن هم يعني أعابوا على التيار الإسلامي إنه تحرك من منظور هو يفهمه ويتعامل معاه، ولم يعيبوا على التيارات الأخرى هذا الشكل، لدرجة أنه مثلا الشيخ حسين يعقوب لما أبدى فرحته في المسجد عنده بأنه داعب الناس وقال غزوة الصناديق وطلع قال كده، افترضوا أنه مسكوا الفيديو ده، عايز أقول لحضرتك شنعوا عليه كأن الراجل قتل رئيس النظام السابق. يعني منتهى العنف في التعامل مع هل حضرتك شايف ان الموضوع كان يستاهل منهم كل ده، ولا برضه ما زال الحته حضرتك بتقولها ان هم الرهان المفزع اللي حصل لهم وصحوا على صدمه ان فوارق كبيره في الاصوات ما بين 14 مليون و4 مليون؟ لا، هو برضه يعني برضه المساله فيها جوانب. هو النخبة مش معتادة على لغة الإسلاميين يعني وقفشاتهم. يعني ممكن السلفيين لما ينكتوا غير لما واحد مثلا علماني أو ليبرالي بينكت. هم بيسموها كان معركة انتخابية. كانوا يقول لك دي معركة انتخابية لمجلس الشعب مثلا. فكلمة غزوة دي حتى في الزواج، حتى في السفر، حتى في الشغل، حتى مشهورة بين الإسلاميين كنوع من التنكيت، لكن ده مش مفهوم بره. فهو لما سمع يقول غزوة استحضر بقى غزوة بدر وغزوة الخندق وغزوة فخد هذا الانطباع انها مسألة عسكرة العملية الانتخابية. نعم. فهو ليها جانب من الجهل او عدم الدراية بلغة الاسلاميين او حساسيات لغتهم. لكن برضه هي المسألة تصيد، هو عايز يوقعه، هو عايز شيء. ده هو لما لم يجد شيئا بدأ يخترع قصص. نعم. ده شوف مسكنا في واحد سلفي طلع في مجموعة عن النمط اللي انت شايفه بشكل يومي نعم. بشكل يومي وبشكل هستيري. نعم. فهي المسألة معلش هو لازم اقف معاك بشكل هستيري. طبعا شوف حضرتك ان في فقدان صواب وهم بيتحركوا في التحريض على هذا التيار. نعم. طيب استاذ جمال، يمكن انا شايف ان هم حتى والشيخ حسين يعقوب مثلا بيقول ويا سيدي اللي مش عايز عمل بإيده كده وقال لك دي ناس معاهم تأشيرات كندا وبتاع. فلقيت ان بعض الصحفيين بمنتهى الخبث بيراهنوا على تخويف المسيحيين في مصر انه كان يقصدكم انتوا. انا هوري لحضرتك فيديو الآن لأحد الإعلاميين اللي هو كان بيقول
يعني قبل الثورة حاجة وبعد فيديو الشيخ حسين يعقوب حاجة عن الديمقراطية وعن كندا، نشوفه ونرجع نكمل مع حضرتك. لا احنا مش هنمشي، مفيش حاجة اسمها مش عاجبه. احنا موجودين في البلد دي، وحتى لو جه في يوم بقينا أقلية سياسية مش هيجي يوم حد يقول لنا اللي مش عاجبه. كمان ما تقوليش ايه هي وصلت للمرحلة دي اللي مش عاجبه روح كندا. طب انا مش عايز اروح كندا، انا عايز اموت في بلدي. اللي مش عاجبه روح كندا. طب انا مش عايز اروح كندا، انا عايز اموت في بلدي. انا مش عايز اروح امريكا، انا عايز اقعد هنا. ضد او مع الديمقراطية حتى لو جابت حماس والاخوان المسلمين. تولع. ضد الديمقراطية. تولع الديمقراطية. ده يبقى اخر يوم في عمري. اخر في عمرك هتعمل ايه يعني؟ خلاص هتفجر نفسك؟ لا هروح اقعد بقى في كندا وكده وبتاع. سيبها لهم. تهرب. طبعا. هروح اقعد بقى في كندا وكده وبتاع. سيبها لهم. الراجل قال لك لو الديمقراطية جابت حماس، جابت الإخوان، جابت تولع الديمقراطية. هل حضرتك حاسس ان ده فكر عام مطروح في أذهان الليبراليين ولا بيمثل نفسه بس؟ لا، هو عمرو عصبي شوية، وهو هو طبيعته كده متطرف حتى في السلوك العادي يعني. لكن مسألة اللي هو الإيمان بالديمقراطية بشكل حقيقي وكامل فعلا غير مطروح الآن مع الأسف يعني. النخبة المصرية، والدليل الاستفتاء اللي حصل يعني. أنت الشعب هو كان لا يريد للاستفتاء أن يصل إلى صندوق الانتخاب على فكرة. كان جهد كبير جدا جدا يبذل لمنع الاستفتاء أصلا. هو لا يريد أن يحتكم للشعب. هو خايف من الشعب. يعني دي مشكلة، دي مصيبة كبيرة. خايف من الشعب اللي هو يحكمه، خايف من الديمقراطية. لأنه هو عارف أنه هو زي مش الفرضية اللي هو بيقول عليها أنه هو حتى لو كنا أقلية سياسية، هو أقلية سياسية حقيقية. وليس عيبا أن تكون أقلية النهاردة. من الممكن بنضال سياسي، بكسب مصداقية، بتحقيق يعني إنجازات حقيقية، من الممكن أن توزن معادلتك وتحقق حضور شعبي أو حضور سياسي. لا، فهو هناك الحقيقة هنا في مصر يعني، والتوابع التي حدثت بعد الاستفتاء على الانتخاب ورفض الاستفتاء وحتى مسألة تجريح الشعب المصري. يعني الكلام لما تقعد تقول ان الناس راحوا ده ضحكوا عليهم وقالوا لهم والله روح قول مش عارف ايه هتخش الجنة. انت بتكلم ناس سوزة يعني. الشعب يعني انا استغرب ان لما يجي واحد اترشح قبل كده للانتخابات وراح يحتكم الى الشعب ده كم مرة، وبعدين عشان الشعب ده ما وافقش عليك تقول ده شعب متخلف. يا اخي هو انت يعني اتهم نفسك. كان شعب مبدع يعني. طبعا يعني ساعة الثورة كان شعب مبدع. طب لما انت عارف انه شعب متخلف وتفوق على وشعب سذج وبتاع، انت راح تحتكم له وترشح نفسك ليه؟ خلاص روح شوف لك شعب تاني يعني. فهي المسألة الحقيقة محتاجة قدر من المران. هي مشكلة صحيح الآن يعني لكن ليست مزعجة. لكن في خضة وفي يعني حالة تحول مذهلة. يعني احنا عمر التحول ده كام دلوقتي يا أستاذ خالد؟ 2 شهر تقريبا. ففي شيء يعني في مرحلة انعدام وزن. أخذ بال حضرتك مهمة قوي. يعني انت حاسس ان احنا عايشين دلوقتي يا أستاذ جمال مرحلة انعدام وزن. طبعا فكرة تقبل الديمقراطية مش واردة على الأذهان في المرحلة دي. هو في خوف يعني، في خوف، في قلق يعني في نوع من الشك. طب انت متصور يا أستاذ جمال هم كانوا متخيلين الديمقراطية ممكن تعمل ايه؟ لا يعني هو الحقيقة أنا لسه حتى النهاردة كنت بقول إن يعني أحيانا أقرأ لبعض النخبة المصرية أحس إنه أنا مش قادر أفهمه. هو أنت عايز إيه بالظبط؟ يعني هو لما جم يعملوا التعديلات الدستورية قال تعديلات إيه؟ إحنا مفيش تعديلات. الدستور بتاع 71 ده مات. إحنا نعمل إعلان دستوري كويس. والحرب يعني كتير، قسم كبير من الحرب اللي أعلنها على التعديلات والاستفتاء إنه طالب إعلان دستوري. لما جه عملوا لهم الإعلان الدستوري نفس المشكلة، قال لك إعلان إيه؟ ده ما ينفعش. طب أنت عايز إيه بالظبط؟ يعني يعمل لك إيه بالظبط؟ هرجع لحضرتك معايا مداخلة من المستشار محمد عبد الرحيم القاهرة. السلام عليكم يا سعادة المستشار. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. اتفضل يا فندم. أنا ليا وجهة نظر ثانية. اتفضل يا فندم. بقول إن رب ضارة نافعة. فمحاولة تشويه الإسلاميين والسلفيين واستمرار هذه الحملة منذ القدم، ثم استمرارها بعد العصر الجديد وبعد الثورة المباركة، بتكشف هؤلاء الناس أولا أن هم ضد الديمقراطية وضد مبادئ الثورة نفسها،
وخوفا من ان هذه الديمقراطيه وهذا الجو الصحي سيظهر الناس على حقيقتهم ويظهر السلفيين على انهم ناس مرغوب فيهم، ومتى جلوا نفسهم ومتى وضحوا نفسهم زي ما قال ضيفنا الكريم ان بعض السلفيين غير واضحين لدى الراي العام بشكل عام، انهم اذا وضحوا نفسهم واذا كان وعينا الشعب كله بمن هم السلفيين سيتيح هذا الجو الجميل الديمقراطي شعبيه طاغيه لهم وانتصار لهم، ويتداعى سائر الجسد الاسلامي للزود عن اي هجوم عليه. نعم شكرا. فبرضه بقول اني طالما ان هذه الحمله تشمل كل الناس اعداء الاسلام من العلمانيين وغير العلمانيين وغيرهم، اذا هي حمله شامله. لابد ايضا الدفاع ان يكون شاملا. لابد ان تتداعى كل وسائل الاعلام. وصلت فكره حضرتك سعاده المستشار، متشكرين جدا. استاذ جمال، مساله حضرتك كنت بتتكلم في مقال التحريض على التيار السلفي ان في لقاءات بين ليبراليين مصريين وفي السفاره الامريكيه ودراسات وابحاث. لحد امتى يعني مساله ان النظام السابق او الانظمه العربيه نفسها كانت بتراهن دايما على الغرب قدام شعوبها، وفجاه من اول ثوره يونس واسقاط زين العابدين ثم اسقاط محمد حسني مبارك ثم مرورا باللي بيحصل دلوقتي، شايف حضرتك ليه ما زال الليبراليين ما تعلموش الدرس ده وبرضه بيراهنوا على الغرب في هذه الامور؟ هو بس لو تسمح لي في تعليق صغير على السيادة المستشار اللي قاله مسألة يعني أعداء الإسلام. يعني احنا يعني نحتاج أن نكون حذرين في بعض التعبيرات الحقيقة يعني. نعم. يعني أنا ممكن أختلف مع العلماني أو مع الليبرالي وأقول إنه هو يعني مخاصم للفكرة الإسلامية أو مخاصم لرؤية إسلامية، لكن من الصعب أنت مش شايف إن خصامهم بيصل أحيانا لدرجة العداء؟ ممكن، بس أنا يعني صعب إن أنا أقول إن هو عدو للإسلام. تقيلة شوية. يعني طب أستاذ جمال أنا والله يعني مش أنا هنقل لك الناس وكلامك على راسي طبعا، حضرتك ضيف محترم وكريم ولك مطلق الحرية في رأيي، إنما عايز واحد مثلا يجي واحد زي الأستاذ حلمي نمنم يكتب مقال اسمه سلفية، وحلمي نمنم زي ما بعض الناس قالوا والعهدة على قناة دريم في برنامج اسمه أهل الرأي بيكلموه عن إسبال الثوب وتقصير، قال اللي بيأثر ثوبه ده إما شاذ جنسيا يا إما فقير. ده ما بتشوفش فيه قوة وعنف وبغض في الحديث لما يتكلم عن سنة كده تستدعي ان الطرف الآخر من الناس البسطاء يشوفوا انه عدو؟ هو ده جهل. أنا أعرف حلمي وأنا كلمته كم مرة وأنا عارف هو بيصدر كلامه ده بيصدر من إيه. هو بيصدر عن إنه مش فاهم. هو فعلا عنده حالة جهل يعني يعني هو مش مدرك يعني إيه سنة وإن دي سنة، هو مش فاهم يعني، ده حقيقة يعني. لكن الشاهد ان احنا يعني حتى لا تستغرقنا هذه النقطة يعني لازم نكون اكثر تحوطا في بعض التعبيرات اللي حتى ممكن تؤخذ علينا. نعم مسألة ما تفضلت به الغرب والرهان على الغرب. يعني انا يفترض انه الثورة المصرية اسقطت هذا الرهان. انت عمال تراهن من ايام بوش لما كان بيقول لك موجة الديمقراطية ودعم الديمقراطية وانه النظم كنا نراهن على النظم المستبدة لانها بتحقق الاستقرار، المعادلة خلاص انتهت، لازم نحقق ديمقراطية. الرهان ده كله اتبخر. ولما جه أوباما والخطاب الطويل العريض اللي قاله هنا في جامعة القاهرة كله اتبخر. الثورة المصرية لما قامت بالشعب، ثورة شعب. يعني التحول التاريخي الحقيقي الذي تحقق عندك تحول بإرادة هذا الشعب، توفيق الله سبحانه وتعالى. بإرادة هذا الشعب. طيب المفروض انك انت يعني خلي رهانك في المستقبل على الشعب ده. مع الأسف الآن في علاقات، في اتصالات، في ندوات. انت جميع الإعلام احنا بتجينا تقارير يومية في الإعلام الأمريكي، كل ما يكتب عن مصر الآن نفس اللغة ونفس الهجمات ونفس أحيانا الألفاظ التي تستخدم في الهجوم على التيار الإسلامي والتيار السلفي. هرجع لحضرتك النقطة دي عشان محتاجين فيها توضيح أستاذ جمال بعد ما نسمع المداخلة دي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم سندس من نجع حمادي، السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايزة أعمل مداخلة مع حضرتك. اتفضلي. طبعا أنا كنت بقلب في التلفزيون وفي موقع قناة الحكمة اللي هي اتقفلت. نزلوا قناة CTV اللي هي القناة بتاعت الكنيسة المصرية. كويس. كان في واحدة اسمها مريم متصلة وبنتها مدنة عندها 11 سنة بتقول وأنا واقفة مستنية الباص. ده طبعا من ضمن التحريض ضد التيار السلفي. واقفة مستنية الباص كل يوم الساعة 1 بعد المدرسة، مع ان يفترض بعد المدرسة ان الباص بياخدهم ويمشي يعني مش بتستناه. واقفة مستنية الباص وجم 2 في عربية سودة كبيرة خطفوني وحطوا لي بلاستر على بقي وحطوا لي قماشة سودة على عيني وخدوني في شقة ملهاش سلالم
وفي الشقة دي كان في كلاب بتهوهو كتير، وكان في رجل مقطوعة وركبة مليانة دم ومرمية على جنب. نعم. وقاعدين يقولوا نعم؟ وصلت فكرتك يا مسندس، ربنا يبارك في حضرتك. واضح ان هي كانت نايمة وبتحلم. أستاذ جمال، نرجع نقف في نقطة مهمة. حضرتك قلت ان هم المفروض يراهنوا على الشعب اللي كان في ميدان التحرير والشعب اللي عموما في مصر ما كانش عايز النظام ده يستمر. طيب هذه النخبة من المفترض ان هي نزلت، بعضهم نزل ميدان التحرير على الجاهز طبعا بعد البداية لما الدنيا استقرت وحس انه الغلبة متجهة ناحية تغيير النظام، نزل واتكلم وحكى والشعب والمرحلة الجاية والكلام ده كله. ايه اللي حصل؟ حضرتك بتقول ان مفردات الخطاب اللي موجودة في الاعلام الغربي كأنهم اتواصوا به، كأن بالظبط منطق الوصاية ده ووصوا بعض عشان يحصل نفس الكلام في المجتمع المصري. لا هو حسه، هو الحقيقة يعني برضو النخبة، لأن في شريحتين فيها. في نخبة الفضائيات اللي هو يعني كانوا عاملين منهم، دول عاملين سايكل، دول بيلف، ده عمال يلف يعني انت في على الوجوه ويرجع على المحور ويطلع ويروح، ده بيخرجوا ما شاء الله. ده نفس الوجوه. تشوفوا النهارده في الجزيرة بعد نص ساعة في العربية، بعد ساعتين تلاقيه في الأون في آخره. فهو تصور، يعني هؤلاء تصوروا ان هم كده خلاص قادة الثورة، وان هو من الفضائيات ومن اللي بتاعه وهو قاعد يشرب النسكافيه هيخلص الامور. فلما يعني نزل وتماس مع الشعب بشكل حقيقي، لا الشعب لا مش هو اللي انت شايفه في الفضائيات او في الدايره او في القعدات اللي انت الخاصه والبسيطه اللي انت بتقعدها. نعم. الامر ده حصل، عمل هزه. لكن المشكله ان هو بدل ما يحاول بسرعه ان هو يحاول يعمل تواصل مع الناس، تواصل مع القواعد دي، لا، بدا ياخد وضع العداء ووضع الصدام معاه. انه هو اسهل شيء انك انت تشوه يعني الحقيقه انا احيانا احس انه يعني النخبه تتحول الى مشروع استبداد، يعني هو ديكتاتور صغير، يعني احيانا مثقف تحس انه ديكتاتور صغير. نعم. بنفس عقليه الديكتاتور. نعم. بس ربما بلغه يعني ناعمه شويه، لكن طيب هي نفس العقليه ونفس المشاعر. طيب استاذ جمال، يمكن حضرتك قلت نقطه مهمه جدا في حته الديكتاتور صغير. عمرو حمزاوي احد الناس اللي قلنا من امريكا، كان طول عمره بتاع السياسة في معهد كارنيجي مش عارف ايه كده، فجأة بقى سياسي في اقتصاد وعلوم سياسية في مصر. وكانوا بيقولوا دايما يا جماعة انتوا رحتوا خوفتوا الناس ليه المادة الثانية؟ والله ما جبنا سيرة المادة الثانية من الدستور. فعايز حضرتك تشوف معايا تعليق الأستاذ أو الدكتور عمرو حمزاوي عن المادة الثانية، ونرجع نعلق على ما تفضل به في هذا اللقاء. بالنسبة للمادة الثانية في دستور 1971 وهي المادة اللي بتتحدث عن مبادئ الشريعة كالمصدر الأساسي للتشريع، أنا ليا رأي من نقطتين. النقطة الأولى هي أن من الأفضل تغيير المادة الثانية من دستور 71 باتجاه الأخذ في الاعتبار الشرائع السماوية المختلفة، يعني يبقى الإشارة إلى كل الشرائع السماوية، أو الإشارة إلى شريعة مبادئ الشريعة كمصدر وليس المصدر، كمصدر أساسي للتشريع، وده اللي كان موجود قبل دستور 71، مصدر أساسي للتشريع كمصدر وليس المصدر، كمصدر أساسي للتشريع، وده اللي كان موجود قبل دستور 71، مصدر أساسي للتشريع، ومع الأخذ في الاعتبار الشرائع الأخرى الملزمة لقطاع من المصريين من غير المسلمين، المصريين المسيحيين بالأساس. يمكن أستاذ جمال كانوا دايما بيحاولوا ما يظهروش ده، إنما كل قعداتهم الخاصة قبل التعديلات الدستورية كانت بتتحرك في هذا الاتجاه، إما لإلغاء هذه المادة تماما، ولما حسوا بصخب وقلق وتوتر بدأ يتحرك معانا بفكرة الخناقة اللي بيننا وبين إسرائيل على الألف واللام، الانسحاب من الأراضي أو انسحاب من أراضي الأل. حضرتك شايف الخطاب ده اللي بيتكلم بيه الدكتور عمرو حمزاوي وهو راجل عاش في أمريكا طول عمره، مش خطاب برضه يثير الشكوك في قلوب المصريين تجاه التيار الليبرالي برمته؟ هو طبعا هو بس عمرو كان قاعد في ألمانيا الحقيقة، مش في أمريكا، وقعد يعني معظم وقته كان قضاه في ألمانيا، وخلص الدكتوراه بتاعته من هناك، وبعدين جه اشتغل في كارنيجي. نعم. أنا بتكلم على عمله، فترة عمله. أنا عايز أفهم بس، هو عمرو الكلام اللي هو بيقوله ده هو بيوجهه لمين؟ يعني هو بيتكلم دلوقتي، أنا شايف إن إحنا نغير المادة الثانية للدستور دي. الكلام ده لو طلع قاله في الشارع، يعني أنا مش متخيل، أنا مش عارف فأنت بتكلم مين يا عمرو؟ أنت دلوقتي بتخاطب الشعب المصري عشان تكلم لدستور للشعب المصري،
عشان تعدل دستور للدولة المصرية اللي الناس اللي انت شايفها في الشوارع وفي الميادين، ولا انت الخطاب بتاعك ده بعته بره؟ انا في تصوري هي دي ان الخطاب بتاع عمرو ده بيكلمه بره. الكلام يا استاذ جمال عليك، انت اصبت كبد الحقيقه فيما اريد ان اطرحه الان. الناس دي انا حاسس انها ما بتكلمناش. لا بتكلم بره. النخبه المثقفه او التي تدعي انها مثقفه دي مقالاتها، حواراتها، تصريحاتها، الدندنه على وسائل الاعلام بمنتهى القوه، الوسائل الاعلام الاعلاميه المقروءه والمسموعه والمشاهده، كل ده شايف ان حاجه زي ما بتقول بيتحرك فيه تجاه الغرب مش تجاه الشعب المصري. طب هل من المفترض ان الشعب المصري في هذه الحاله كان مطلوب منه انه يثبت انه عنده حسن نوايا تجاه هذه الناس ويتحرك برضه في نفس الاطار معاهم ويقول لا للتعديلات الدستوريه حتى لو ما كانش واعي المساله؟ لا لا طبعا. وبعدين هو الكلام يعني بصراحه يعني فزلكه فارغه مع احترامي، يعني انا عمرو على فكره يعني اعرفه من فتره طويله وهو عاقل المفروض عمرو، يعني المفروض او انا يعني ادعوه والله ادعوه مخلصا يعني ان هو يراجع اهم حاجه انك تقول انه المفروض يراجع نفسه في ده، لان ده بيخسر، ده انتحار سياسي اللي هو بيعمله، ده انتحار سياسي. لكن خاصة ان هو بيفكر ان هو يعمل مشروع سياسي، ومع الاسف راح اطلق مشروع. يعني عمرو اللي بيتكلم في الدولة المدنية راح الإعلان عن الحزب السياسي بتاعه أطلقه من كاتدرائية العباسية، والمشكلة إنه بيقول مكان ملحق بالكاتدرائية، يعني غلط، يعني ده ما يصحش، ده ما يصح. لكن المهم أنت لما تيجي دلوقتي أنت بتتكلم في دولة مدنية وبتقول ان الدوله المدنيه ما يكونش في مرجعيه دينيه. نعم. ما تكلمنيش بقى في ايه مصدر رئيسي ولا المصدر الرئيسي، ده كله بقى يبقى فزلكه فارغه. قول ما هتشيل النص كله. لكن انك تقعد تقول طب نمسكها من النص، يبقى ده لعب بقى، يبقى مش مساله مبدئيه عندك. يعني اخد بالك. فانا اتصور ان هذا الخطاب يضر، لا ينفع ولا يبنى. الحقيقه انا احترمت الدكتور محمد البرادعي ان بدا يراجع نفسه في الكلمه في يعني في موضوع الماده الثانيه ده. لان الدكتور البرادعي كان راجع جاي من بره ومش مدرك، ما شافش الشعب المصري، ما شافش الدنيا بقى له 35 سنه. لما وقال بعض التصريحات اللي كانت مش كويسه، فلما بدا يعايش الناس ويعيش الواقع ويقابل الناس ويسمع، لا بدا يقال لا دي ما تتمسش. يعني وحيد عبد المجيد مثلا وحيد ليبرالي وعلماني. لكن وحيد لانه هنا متربي هنا، والحقيقه وحيد فاهم ودارس وشايف المحيط اللي هو وحيد عبد المجيد قال المس بالماده الثانيه ده لعب بالنار، دي ماده لا احد يقترب منها، ده راجل علماني، ده ليبرالي اللي بيقول الكلام ده. فانا اتصور انه يعني حتى على فكره الاعلان الدستوري يعني احد اسباب غضب هذه النخبة من الإعلان الدستوري إنه قال المادة إنه قال إنه حافظ على المادة الثانية والإسلام دين الدولة الرسمية. مع الأسف تعرف لو شال المادة دي كانوا عملوا له. طب أستاذ جمال حتة يعني ما أنا ده اللي برضه عايز أتنقل. يمكن أنا هنشوف فيديو دلوقتي الناس بتتكلم كانت عن النظام إزاي وبقت تتكلم إزاي مع بعض، لكن عايز أطرح سؤال حضرتك وأسمع الإجابة بعد ما نشوف الفيديو ده. فكرة إنه وزير الداخلية الألماني قال ألمانيا دولة مسيحية وعلى المسلمين الاندماج فيها. أنا مش شايف أي عيب في اللي قاله، مش حاجة بشعة ولا حاجة تدين ولا حاجة خالص. ليه لو قلنا ده في مصر بنحس بهسهسة وبنتوتر قوي؟ هسمع الإجابة من حضرتك بعد ما نشوف الفيديو ده ونرجع. نعم. خط أحمر لعمرو أديب. الرئيس برقابة ذاتية أم رقابة خارجية؟ لا ذاتية. بصي كله ذاتي مش حاجة خارجية. بصي كله ذاتي مش حاجة خارجية. احنا كنا مذلولين يا جماعة، احنا كنا في حالة ذل لا يمكن هيجي أسوأ من اللي كنا فيه، لا يمكن هيجي ذل ومهانة قد اللي كنا فيها. كنت اتكلم يقول لي اوعوا تشغلوا الواد ده، اوعوا تشغلوا الواد ده يقعد كده زي. امي قالت لي يا ابني مره واحده بس تطلع على التلفزيون اشوفك. هرجع لحضرتك قبل ما اعلق على الفيديو ده يا استاذ جمال لفكره انه واحنا بنتكلم عن الغرب وبنتكلم عن الماده الثانيه من الدستور، وفكره انه طبيعي مجتمع، كل مجتمعات الدنيا دايما بنلاقي فيها ساعات اقليه ونلاقي فيها اكثريه، والامور ماشيه بشكل اندماجي طبيعي، الناس بتحترم القوانين الاقليه اللي موجوده. ليه عندنا في مصر مركزين ان الموضوع ده فيه شيء من الفزع والخوف اذا اتكلمنا فيه؟ يعني حتى ان التيار العلماني نفسه يبتدي يراهن عليه، يقول لك ايه راعي مشاعر الاخباط، خلي بالك، مع ان ما حدش يتكلم في حاجه،
يعني انت بتتكلم في سكة انما دايما يلمسك مع الاخباط عشان يبتدي يعمل الصدام اللي موجود واللي هو بيستغله بشكل او باخر مع الاجندة الغربية. لا، هو بيستخدم الأخباط لأنه هو بيصدرهم لك عشان يلعبك بيهم، لكن هو لا مقتنع لا بالقضية القبطية ولا بغيرها. لكن هو ودي على فكرة دي مع الأسف دي لعبة المستبدين، دي لعبة الطغاة في كل مكان. دايما بيلعب بالأقليات، دايما الحكام يعني لما يكون حاكم مستبد بيلعب بالأقليات عادة يعني. نعم. وطبعا زي ما انت لو تذكر مشروع التوريث كان كله رهان على على البابا وعلى الكنيسة. نعم. المسألة اللي فيها جانب ثقافي، انه ثقافة النخبة ما هيش يعني ثقافة النخبة فيها اغتراب عن الحالة الإسلامية وعن الفكر الإسلامي. هو مش فاهم يعني ايه شريعة إسلامية، بكلمك بأمانة. والكلام ده يعني يمكن كان كلام يعني كان في شخص مثلا في حجم الدكتور زكي نجيب محمود الله يرحمه. نعم. وراجل فيلسوف كبير وعالم كبير، اعترف بكده في أخرات حياته ان هو ما كانش فاهم فعلا في التراث الإسلامي وما كانش دارس. نعم. وبدأ في أواخر أيامه. وده مش عيب يا أستاذ جمال، مش عيب، لكن العيب ان هو يكابر ويعادي شيء هو لا يفهمه ولا يعلم. فهو لما تيجي تكلمه عن مصدرية الشريعة الإسلامية أو مرجعية الشريعة الإسلامية، هو يستحضر عنده التاريخ الأوروبي في القرون الوسطى. نعم. ومسألة دور الكنيسة وهيمنتها، وإنه الحاكم بيتنصب بشيء إلهي، وإنه نعم. هو لا يجوز. ده مفهوم الدولة الدينية عندهم. الدولة الدينية. هو طبعا الدولة المرجعية الإسلامية عندنا هي حاكمة لدولة مدنية حقيقية، هي تصنع. نعم. مدنية. نعم. لكن كل القصة إن أنا القانون مش هجيب القانون الفرنسي ولا هجيب القانون الألماني، هجيب القانون الإسلامي، قانون الرباني. هو قانون رباني يعني. نعم. القانون الفرنسي نفسه كثير من مواده متاخده من الشريعه الاسلاميه، من القواعد الاسلاميه، ودي مساله القانونيين والحقوقيين يعرفوها. نعم. اخبار حضرتك من الفقه المالكي تحديدا. نعم. فهي بس مساله فيها جانب ثقافي، هو مش فاهم يعني ايه شريعه. انا اعتقد المساله دي اذا نجح الاسلاميين والدعاة والعلماء في نشر ثقافه بشكل جيد وبشكل يعني متماسك مع الاعلام الحديث، اتصور هتفكك كتير من المشكله. طيب هل حضرتك احنا هنشوف دلوقتي برضو يعني السلفيين او كتير من مشايخ السلفيه نزلوا ميدان التحرير، شباب سلفي نزل ميدان التحرير، بعض السلفيين بعد التحرك من الثوره، الشيخ محمد حسان اتحرك في مسألة كنيسة الأصفيح بذل مجهود، الشيخ محمد عبد المقصود، جمعيات، ابتدت الحركة السلفية بعض الأمور بتتغير عند بعض أفرادها شوية. وعلى الرغم من ذلك ده ما أرضاش التيار العلماني. هنشوف حضرتك دلوقتي يعني الدكتور عمرو حمزاوي بيتكلم عن التيار السلفي ازاي، ونرجع نكمل الحديث مع حضرتك. ما شاهدناه هناك هو مجموعة من المتعصبين من نشير إليهم الآن في الخطاب الإعلامي باعتبارهم مجموعات سلفية لا تستمع إلى أي خطاب مدني، لا تستمع إلى أي خطاب مواطنة. الوحيد الذي نجح في التأثير عليهم كان الشيخ محمد حسان، وهو أحد شيوخ السلفية المصرية. وأنا أقدر أي خطاب ديني الآن يحض على التعادل، على الاعتدال، ويذهب باتجاه تخفيف التوتر، ولكن الحقيقة أن في هذا الخطاب السلفي تكمن جذور المشكلة. وإننا إن لم نتمكن من نشر خطاب مواطنة مدنية بشجاعة وبجراءة ونتجاوز هذا الطرح السلفي حتى وإن تمسح بمسوح الاعتدال في لحظات التوتر، نحن وضع البلاد على أعتاب أزمة خطيرة ينبغي العمل على احتوائها بسرعة شديدة. القابلية للتعصب هذه مرتبطة بكل تأكيد بكل ما حدث وتحدث عنه القس رضا من أحداث خلال العقود الثلاثة الماضية، لأن النظام الفاسد السابق، النظام السلطوي السابق بمؤسسات هذا النظام المختلف، سواء المؤسسات الأمنية، جهاز أمن الدولة الذي أشار ونحن في سور أشار البعض من الأسر المسيحية إلى دور فاعل لبعض عناصر جهاز أمن الدولة في تغيير الموقف. هم لم يصنعوا القابلية للتعصب، يعني أنا لا أريد المغالطة، هذه القابلية موجودة. هم لم يأتوا بهذا الحشد الكبير من المتطرفين أو من السلفيين المتعصبين، ولكنهم فعلوا بأيديهم الخفية الكثير من الأفاعيل لتفجير الموقف خلال الفترة الماضية. بس جمال، شوف حتى كلام الدكتور عمرو حمزاوي وهو بيتكلم بيقول لك التيار السلفي يتمسح بمسوح الاعتدال، يعني ما زال مصر، قالك ولكن تكمن جذور المشكلة في هذا التيار اللي بيرفض الكلام عن أي دولة مدنية. بتشوف حضرتك اللغة دي ازاي؟ يعني انت منين بتقول واحد كان معتدل بس هو معتدل وقتي عشان الفتنة الطائفية، انما في الاصل هو مش معتدل يعني؟
هو طبعا هو يعني في مسألة مهمة ان هو يخاف من خطاب الاعتدال اكثر من ما يخاف من خطاب التطرف. على فكرة يعني هو طبعا كلام عمرو ده كلام واحد بيتكلم بمنطق مفكر او منطق ثقافي، لكن هو لما يجي يتكلم بمنطق سياسي لازم يختلف الكلام بتاعه. يعني عمرو لما جه يعمل الحزب بتاعه، الحزب ما اعرفش الوطني السياسي المصري حاجة زي كده، يعني جاب المؤسسين ايه اسماء عجيبة جدا، مثلا خالد منتصر، مش عارف فاطمة نعود، اسماء من اللي هي مشهورة جدا جدا بالعداء للفكرة الإسلامية، حاجة اسمها فكرة إسلامية. طبعا ده شيء تطرف غير عادي. انت ممكن تعمل بيهم نادي ثقافي، تعمل بيهم يعني لجنة كده فكرية، تعمل بيهم النادي الأهلي، تعمل بيهم نادي لكن ما تعملش بيهم حزب سياسي تنزل عايز تروح بيه لصندوق الانتخاب وتقول للناس انتخبوا فلان، ده كلام جنان يعني. طيب فدي يعني ده منطق. مسألة برضو الكلام عن الدولة المدنية بصراحة فيها شيء من الكهنوتية شوية. يعني ايه الدولة المدنية؟ هو انت اللي احتكرت مفهوم الدولة المدنية؟ دي مشكلة. يعني انت الدولة المدنية دي ما تفسر لي يعني ايه دولة مدنية يعني. يعني هو حط يعني هو احيانا ناخد مصطلح ونلعب بيه، وبعدين لما وافقك عليه زي ما اقول لك مثلا الاستنارة مثلا، احنا لازم يبقى في فكر استناري والحدث، وبعدين بعد ما يختطف المصطلح يبدأ يعبيه بمفاهيم خاصة له هو. لا انت قول لي، انت خلينا نتفق يعني، انت يعني خليني عشان افهمك اقول لك ايه المجتمع المدني اللي انت تقصده. ما هو ممكن نكون احنا الاثنين على ارضيه واحده، وممكن يكون المجتمع المدني اللي انت تقصده ده مش مجتمع مدني في الحقيقه، لا ده شيء تاني. يعني في نوع، في برضه لغه يعني نوع من الاستعلاء، وفي نوع من يعني محاوله التلاعب بالالفاظ التلاعب بالالفاظ واختطاف العقل. يعني بصراحه فيها شيء من الخداع. يعني هذا الكلام فيه شيء من الخداع. انا فاضل معايا دقيقتين في سؤالين لا ازاي بسرعه كده. شايف حضرتك ايه الرسالة المراد انها تتوصل للغرب لما الاعلام الليبرالي انطلق بكل قوة لاستضافة رجل المخابرات الحربية السابق عبود الزمر؟ لا هو برضه مش عبود بس، يعني برضه الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسان طبعا، وبعض المشايخ والرموز. بس احنا عايزين نقول ان الشيخ محمد حسان يمكن كان اتكلم برضه من وجهة نظر عمرو حمزاوي، كان معظم كلامه في ايه؟ فكرة الفتنة الطائفية. كان الاعلام مركز عليه في كنيسة اطفيح قوي. هو الاعلام طبعا يا استاذ خالد زي ما حضرتك عارف الصورة بتدي رسالة، يعني من غير ما تشرح، من غير ما تتكلم، الصورة بتديك رسالة. فهو يعني حتى التلفزيون الرسمي نفسه، يعني حتى شخص زي خير رمضان لما يقول له عايز يعمل حوار في التلفزيون الرسمي مع عبود الزمر، فهو عايز يبعت رسالة. دي رسالة برضو بره مش لمصر. مصر ما تنزعجش من اللحية، لكن هو عايز يبعت رسالة بره ان خدوا بالكم الثورة دي جايبه لكم دول. دي الرسالة اللي عايزة توصل، أخذ بال حضرتك. ولذلك أنا برضو يعني ما كنتش محبذ قوي مسألة الظهور المكثف للشخصيات الإسلامية اللي هي لها رمزية أو كذا، عشان ما تخدمش بس على الرؤية دي أو على التخويف أو على التفزيع اللي هو مبعوث أساسا لبره. يعني الصورة دي بتتبعت بره، بتتصدر. نعم. آخر حاجة أستاذ جمال، الدكتور يحيى الجمل، واضح إن في شبه سخط من كثير من الناس على تصريحاته دايما اللي فيها خبط في السلفيين ان هم ظلاميين، عقولهم ضلمة، الكلام الكتير اللي بيتقال. شايف حضرتك نعالج الموضوع ده ازاي في رسالة سريعة للدكتور عصام شرف؟ يعني هو طبعا دلوقتي الدكتور يحيى الجمل لا يتكلم كمفكر. الدكتور يحيى الجمل كان يتكلم ببعض هذا الكلام قبل ما يتولى مسؤولية. الدكتور يحيى الجمل طبعا هي عقلية تكوين فرنسي، وكان له ميول يسارية، وكان عضو في حزب التجمع اليساري، وعضو ماسوني اعتقد او في روتري او حاجه كده. نعم. فانت ليك رؤيتك وليك نظريتك، اهلا وسهلا، على عيني وراسي، احترم رايك وبتاع اختلف معاه. لكن لما تبقى مسؤول في الدوله المصريه، لا، في اعتبارات بقى. ما تكلمنيش، لازم تحترم دين الدولة المصرية، ولا لازم تحترم مرجعية الدستور اللي انت تعينت في منصبك بناء عليه، ولازم تحترم كل هذه المسائل. لذلك يعني اما اذا لم يكن الدكتور يحيى الجمل قادرا على السيطرة على يعني انفلاتاته في الاعلام والكلام ده، خلاص يروح يقعد على عيني راسي، يقول اللي هو عايز يقوله، بس يطلع يسيب منصبه ويتكلم كأي شخص عادي او كأي مفكر عادي. اقصاء الحوار بقى يا استاذ جمال. لكن في نقطة برضو الحقيقة برضو في الطرف المقابل، يعني أنا أتمنى أن التيار الإسلامي وخاصة التيار السلفي يعني يكون أكثر بعدا عن الاستجابة للاستفزاز بسهولة. لأنه أنت هتستفز كتير.
وفي ناس هتحترف مسألة ان هو تستفزك. ليه؟ عشان تغلطك حاجة او عشان تجهدك، لان لو كل استفزاز زي الشيخ ابو اسحاق بيقول ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. طيب اخر حاجة يا جماعة عشان وقتنا والضيف وانت نورتنا، فكرة إقصاء السلفيين من الحوار الوطني. لا بالعكس، أنا عايز أقعد معاك ساعتين عشان الضيف اللي جاي ده. إقصاء السلفيين من الحوار الوطني رغم ان هم فصيل من المجتمع، وشفنا غياب الدكتور البرادعي، غياب أيمن نور، غياب حمدين صباحي. حاجة بتفسر ده بزي حتى الدكتور عصام العريان كان بيتكلم انه شايف ان في منتج سبق اعداده وداعينه بصفة شخصية مش بصفة انه بينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين. معلش ممكن برضو هو يمكن التيار السلفي لانه لم يتبلور من داخله طاقات سياسية محددة ورموز سياسية محددة. فهتدعي مين؟ ما هو دي برضو مسألة مشكلة يعني. لكن برضو أنا مش قصة لأنه التيار السلفي من المفيد أن يكون تيار شعبي، تيار اجتماعي، تيار يعني مش متحوصل سياسيا. انت مش حابب ان التيار السلفي يخش في المنطقة السياسية؟ لا يدخل، لا لازم يكون جزء منه، يعني لازم يكون له مشروع سياسي. لكن ليس من الحكمة أن يتحوصل في كيانات سياسية محددة. بالعكس ممكن يتواصل مع قوى سياسية ويخدم على قوى سياسية طالما أنها هتحقق مشروعات إصلاح أو تحقق أي مشروعات جادة حتى لو اختلف مع أشياء فيه. فلكن مسألة الحوصلة السياسية للتيار السلفي في الفترة الحالية على الأقل مش محبسة. شكرا جزيلا الأستاذ جمال سلطان، الكاتب والمفكر الإسلامي، كنت معنا في برنامج سهرة خاصة. شكرا لك. نسعد بيك دايما وربنا يخليك. انتظرونا بعد الفاصل والشيخ أمجد غانم محقق وباحث في علوم السنة وضوابط المنهج السلفي، وإطلالة على الشيخ أسامة القوصي. خليكم معنا.